رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم، رمضان كريم، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا. تعال خد هنا. تعال عاوزك في كلمة قبل ما تمشي. تعال. اسبوعين ضرب نار ونريح شوية ونخش في اسبوعين تانيين ضرب نار. جولتين هيتحدد فيهم بطل الدوري. نهائيين هيتحول فيهم بطل الدوري وينتهي. هما جولتين دول حصاد الدوري كله، حصاد التعب في الدوري كله. الجولتين دول اللي هي الجولة الأولى والجولة التانية للأهلي. خد المفاجأة، مش الأهلي هيلاعب الزمالك يوم التلات ماتش القمة؟ الزمالك هيلعب فيها باللبس الأبيض. صبحنا الصبح قبل ما نتسحر كده لقينا جدول المباريات بتاع الجولة التانية بتاع الدوري نزل. رابطة الأندية نزلته قبل السحور عشان نعرف نبلعه كويس واحنا بنشرب شوية المية. الأهلي مع الزمالك في أول جولة في أول أسبوع. أدي أسبوع من نار. أنا حاسس إن المباراة دي هيبقى فيها جوان كتير. إن الأهلي داخل بجد، علشان كولر كان هيسافر سويسرا ياخد أجازة ويرجع. أول ما لقى الجدول نزل والمعمعة اشتغلت وضرب النار اشتغل أجل أجازته، لغى سفره على طول. لا، ده أهم جولتين في الدوري كله. الجولة الأولانية الأهلي والزمالك ماتش القمة. الكلاسيكو الجولة التانية الأهلي وبيراميدز. بيراميدز ما خسرتش ولا ماتش غير ماتش واحد في الدوري، كانت مع مين؟ مع المصري. الزمالك في الجولة التانية هتلاعب حرس الحدود. ده أول جولتين. الزمالك مع الأهلي هيبقى ماتش نار. بيراميدز والأهلي بقى هيبقى جهنم. ماتش كل واحد فيه هيقاتل لحد آخر نفس، كان من لعيبة الأهلي أو من لعيبة الزمالك. تعال بقى في الجولتين اللي هي الخامسة والسادسة. الأهلي هيلاعب فيها المصري اللي كسبان ماتشين ورا بعض، مرة 3 ومرة 4 بالمدرب بتاعهم الجديد. والزمالك هتقابل بيراميدز في الجولة السادسة، برضو جولتين نار. تكملة للجولة الأولى والتانية في تحديد مراكز الدوري وتحديد بطل الدوري. إن كان الدوري هيبقى أحمر أم سماوي. في سؤال، في علامة استفهام على الموضوع ده. هل مباراة القمة هتبقى بحكام أجانب ولا حكام مصريين؟ بحجة إن مفيش وقت، بحجة إن ضغط المباريات على حكام الأجانب في ال5 دوريات الكبرى، برضو مفيش وقت. ولا هيقولك انت لسه في اللائحة بتقول لازم تبلغ قبل الماتش ب15 يوم. طب انت لسه معرفنا قبلها ب10 ايام، هبلغك امتى؟ بس طلع مصدر في اتحاد الكرة بيقول ان هنجيب حكام اجانب في حال اذا طلب اي نادي من الاندية عاوز حكام اجانب. يعني انت كده الاتحاد بيخلي مسؤوليته وبيشغل دماغه وبيرمي الكورة في ملعب الأندية. اديني صرحت لكم اهو، اللي عاوز حكام اجانب يقول دلوقتي يلا. ما فيش حدش هيقول وخلاص الوقت قفز. خلاص انا الوقت قفز وما فيش حكام اجانب، احنا نشتغل بالحكام المصرية ونختار النخبة في الحكام المصريين يحكموا ماتش القمة.
ادي اتحاد الكورة ورابطة الأندية مع بعض. وبمناسبة رابطة الأندية وحكام وبرضو اتحاد الكورة أعلن عقوبة كابتن محمود البنا وكابتن عاشور، تمام، بإيقافهم لمدة 3 أسابيع بسبب إن هم حكموا ركلة جزاء للزمالك غير صحيحة، وإنبي كان لها ركلة جزاء صحيحة محكمونهاش. تم إيقاف الاتنين حكام لمدة 3 أسابيع. كابتن محمد شوقي قعد مع كوكا عشان بيفاوضوا إنه يجدد العقد بتاعه، وبرضه في جلسة قريبة ممكن بكرة بعده، تمام، مع كابتن محمد شوقي برضه هيقعدها مع كابتن مصطفى شوبير لتجديد عقده لحد 2029. ماتش الأهلي والزمالك هيبقى على استاد القاهرة وهيتلعب الساعة 9:30 على استاد القاهرة، وطبعا الزمالك هتبقى باللون الأبيض لأن على أرضها. أما ماتش الجولة اللي بعدها بقى للأهلي، الأهلي هيلاعب بيراميدز في استاد الدفاع الجوي يوم 12 مارس. بالنسبة للإصابات عندنا في الأهلي، الأهلي عندنا جراتشار طلع واتغير في الماتش اللي فات بتاع طلائع الجيش بالإصابة، هو إصابة في العضلة، إصابة خفيفة، تمام، وهيعود للتدريبات إن شاء الله قبل ماتش الزمالك، وهيلعب ماتش الزمالك عادي إن شاء الله. يعني هي إصابة خفيفة جدا مفيهاش أي حاجة. من ضمن اللائحة في الدوري الجديد دوت اللي هو الدوري الاستثنائي، إن ال9 فرق اللي هتلعب على البطولة، تمام، هتصعد بالنقاط بتاعتها عادي، تمام، ولكن مع تصفير الأهداف، لأن ممكن النقاط تتساوى، فالأهداف هي اللي هتحدد من البطل. فلازم على النادي الأهلي ما يضيعش فرصة ما يضيعهاش. مش ضامنين ايه اللي ممكن يحصل، مش ضامنين ان ممكن نتعادل ولا نخسر. الكرة مكسب وخسارة، والحكم هو الملعب مش التاريخ. فالفرصة اللي تيجي للاعب وما يستغلهاش يبقى يقعد على الدكة، لأن الموسم ده موسم استثنائي، موسم نار، موسم نار غير أي موسم اللي فات، غير أي مواسم اللي فاتت. المواسم اللي فاتت بتلعب كورة وبتجمع نقاط وبتطلع، أما ده فيه تنافسية رهيبة، سواء اللي كانت من ال9 الأولانيين اللي فوق على مين اللي يبقى البطل، أو ال9 اللي التانيين اللي 4 منهم اللي هيهبطوا. فيه تنافس وفيه شراسة في التنافس، فيه حماس في التنافس ما سبقش قبل كده. الدوري المصري ده الموسم ده هيبقى من أنجح المواسم من وجهة نظري، من أنجح المواسم. عيبه بس اللي هو التحكيم والأخطاء بتاع التحكيم الكتيرة أوي في الموسم ده، مبالغ فيها أوي أخطاء التحكيم الموسم ده بالذات، ده الحاجة الوحشة اللي في الموسم. كأس العرب، كأس العرب، الاتحاد العربي حدد بطولة كأس العرب هتلعب في قطر طبعا على جميع الملاعب اللي اتلعب عليها كأس العالم، وهتتلعب في شهر ديسمبر 2025. والماديات لسه ما اتحددتش، بس في مصدر بيقول ان الماديات بتاع البطولة السنة دي هتبقى عالية قوي في المراكز زي ما الفيفا برضو حددت $1 مليار لكأس العالم للأندية، هتتوزع على الأندية بترتيب مراكزهم في البطولة. ولو وصلت معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على النبي، وما تنساش اللايك بتاعك، اللايك مهم، ولو مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.